بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها قيام مواطنين أتراك برجم أكرم إمام أغلو خلال مسيرة انتخابية له في ولاية أردروم التركية. وزارة الداخلية التركية اتهمت أكرم وأنصاره بتدبير الحادث، وأنهم أحضروا معهم حجارة، وأنهم أغلقوا الطريق العام، مما أدى إلى غضب بين المواطنين الذين تعطلت سيارتهم ولم تتمكن من المرور بسبب قيام أكرم وحافلته، لأنه كان بيخطب من فوق حافلة وقف في وسط مدينة أردروم. تعالوا نبدأ ونبدأ بمشهد تبادل الحجارة كما نشاهد. Polisler, burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Siz seyrediyorsunuz polisler. Erzurum valisi, Erzurum belediye başkanı, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Siz sakın cevap vermeyin. Siz sakın cevap vermeyin. Sakın cevap vermeyin. Erzurum, her şey göreceksiniz. Bu insanlara polisler hala takip ediyorsunuz, bak seyrediyorsunuz. Polisler 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler. Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Sizler bakın, sizin zarar görmemeniz için hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Tamam, sakin. أما وزير الداخلية سليمان صولو فتعهد بتقديم شكوى جنائية ضد أكرم إمام أغلو، وقال أنه هو المسؤول عن الحادث. وفقا لوزارة الداخلية ولاية أردروم، فإنه أكرم قدم طلب أنه يذهب بحافلة، يعني أكرم كان يخطب فوق هذه الحافلة في وسط الشارع، وبعدين أحضروا مجموعة من أنصارهم، هذا علم حزبهم كما تشاهدون، أحضروهم إلى هذا المكان، وهذا المكان في وسط شارع عام، وقفوا يخطبون فيه، رغم أنه أكرم قال في الطلب الذي قدمه وزارة الداخلية أنه هو سيذهب يمر على التجار فقط، وفي ساحة في أماكن مخصصة من لجنة الانتخابات التركية، هذه الأماكن هي المخصصة فقط للتجمعات الانتخابية، لكن أكرم عقد في وسط المدينة، ووسط المدينة ناس معه وناس ضده إلى آخره، وخاصة سكان المدينة يتهمونه بأنه إرهابي كما سنرى الآن. تعالوا نشاهد. Sizler burada provoke edilmiş kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinde insanlara. وهنا مشهد مقرب للحظة بيت الهجوم بالحجارة. فوزارة الداخلية تقول إن هؤلاء اللي هم أنصار حزبه هم الذين بدأوا بقصف المواطنين الناحية الأخرى، وتلاحظون أن هذه نافورة، لكن طبعا النافورة ليس فيها مياه، طبعا هذا طريق عام كما تشاهدون، والشرطة أغلقت الطريق لأنه أكرم توقف بسيارته في هذا المكان دون ترخيص.
Sizler burada provoke edilmiş kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinde insanlara... وهنا فيديو وزعته ولاية أردروم تقول أن أنصار أكرم إمام أغلو اللي هم العلمانيين هم الذين بدأوا بهذا الهجوم، وأنه هذا المكان ليس فيه أي حجر على الإطلاق، لأنه عبارة عن طريق أسفلت كما تشاهدون وكله مبلط يعني، وإنما هناك فيديوهات سوف تنشرها الولاية لإحضار أنصار أكرم لحجارة معهم وقيامهم بالاشتباك مع المواطنين. وفقا لوزير الداخلية سليمان صولو، فإن أكرم افتعل هذه المشاجرة كي يلفت الأنظار عن المؤتمر الجماهيري الضخم الذي عقده الرئيس التركي أردوغان في مدينة اسطنبول، وحضره وفقا لتقدير أردوغان 1,700,000 مواطن، فكان حدث جماهيري ضخم. فالآن كل وسائل الإعلام ذهبت لمن؟ تتحدث عن أكرم، حتى نحن أصبحنا نتحدث عن أكرم. فهنا كما نشاهد هؤلاء الذين شنوا أو بعضهم يعني شنوا الهجوم بالحجارة مواطنين أتراك، وأخذوا يهتفون في الشوارع ضد أكرم إمام أغلو، يعني يرددون باللغة التركية يقولون أولاد الحرام والإرهابيين إلى آخره. تعالوا نشاهد. وهنا فيديو لحظة نزول أكرم من السيارة. Başkan buraya gelin. Başkan burada. Ahmet devam et. Önünde. Başkan buraya gelin. Başkan gitmeyin. Başkanım bir dakika. وهنا فيديو الكاميرا الداخلية من داخل الحافلة أو الأتوبيس. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Emniyet müdürü, vali, hepimiz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. السؤال: لماذا مواطنين أرض روم غاضبين جدا من أكرم إمام أغلو؟ أرض روم معقل إسلامي وقومي، ولا تقبل على الإطلاق اليساريين والعلمانيين. فانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن أكرم إمام أغلو بوجهين، أن هو مجرد امتداد لحزب العمال الشيوعي المسلح الذي يعمل على تقسيم تركيا. عبد الله أوجلان وجماعته هؤلاء أحفاد عبد الله بن سبأ الذين قتلوا عثمان بن عفان. لذلك لا يمكن أن تفهم السياسة الداخلية في تركيا إلا إذا فهمت مقتل عثمان بن عفان، إلا إذا فهمت عبد الله بن سبأ، إلا إذا فهمت عظمة سيدنا معاوية بن أبي سفيان وعظمة سيدنا يزيد ابن معاوية رضي الله عنهما. فانظروا، وعبد الله أوجلان كتب كثيرا لماذا معاوية مخطئ ولماذا يزيد مخطئ. طب أنت ما دخلك؟ أنت بتقول شيعي ملحد، لكن في الواقع هؤلاء أحفاد عبد الله بن سبأ يا جماعة. هنا حضراتكم جمعية قومية تركية اللي هم يعني بيقولوا نحن يعني المعدن التركي أو الأصل التركي، فهم نشروا عملوا هذه اللافتة. هذه اللافتة تقول أنه إحنا ضد أكرم إمام أغلو لأنه يريد الإفراج عن الإرهابيين الذين يريدون تقسيم تركيا أو الشيوعيين. الترجمة يقول: أكرم إمام أغلو، أنت تتمنى الحرية لصلاح الدين ديمرتاش اللي هو زعيم حزب الشعوب الشيوعي الكردي، وأنت الآن في أرض روم، أنت في المكان الخطأ يا أكرم. صلاح الدين ديمرتاش إرهابي، والتوقيع الرئاسة الإقليمية لمحجر أو جمجمة يعني قبائل الأتراك في هذه المنطقة. هنا أكرم طلب من الوالي أن هو عندما يمر يتم حذف هذا أو إزالتها، لكن لم يتم إزالتها.
vereyim de. O kâmemiş. Bak bunu attım kendisine ki bak bu şey astılar. O saatler Erzurum'un önce, siz en gelmeden işlek saatler caddesine. önce. Saatler Bana dedi ki indirttireceğim. Evet. Ben de indirdim. Kemal Bey'i aradım. O da aradı konuştu Başkanım. kendisiyle. İndirten yok. İndirten yok. Bilgi vereyim Aynı. başkanıma. هنا على هذه الخريطة ولاية أرض روم فتحها السلطان محمد الفاتح رحمه الله، وكانت ضمن إمبراطورية القسطنطينية أو إمبراطورية البيزنطية اليونانية. يعني كان بقي اسطنبول تحت حكم البيزنطيين، وبقيت ولاية أرض روم أيضا هذه المنطقة. هذه آخر انتخابات رئاسية. لو لاحظنا أنه أردوغان حصل على 72%، يعني الولاية معقل إسلامي ضخمة جدا. محرم إنجا المرشح العلماني حصل على 10% تقريبا. صلاح ديمرتاش اللي هو المرشح الشيوعي الكردي حصل على 9.7%، يعني 10% تقريبا. فتستطيع تقول الولاية يعني شبه محسومة لأردوغان بأغلبية قوية للغاية. يعني هنا حضراتكم أيضا جانب من تبادل الحجارة كما نشاهد. وهنا فيديو للشرطة التركية وهي تحاول الحجز والفصل بين الجانبين. الحزب الحاكم اتهم أكرم إماموغلو بافتعال هذا الحادث للتشويش على المؤتمر الانتخابي الضخم للرئيس التركي أردوغان في مدينة اسطنبول اليوم في مطار أتاتورك الذي جرى إغلاقه. مطار واسع جدا، وأردوغان قال الحضور 1.7 مليون. Etrafına şöyle iyice bak bir babam, hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam. Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. وهنا أكرم إماموغلو يتهم الشرطة التركية بالتقاعس، وأن الشرطة كان المفروض فورا تقوم باعتقال المهاجمين من مكان الحادث. Aynen. Bir tane taş atsa. Aynen. Bak maçta bir tane birisi taş atsa 10 tane polis onun üstüne yığılır. Taş yağıyor, polis seyrediyor ya. Başkanım Sinan, ülke ocaklarına asılan pankartı başkan gelmeden daha bir atar mısın? Bu ülke ocaklarına sizinle ilgili büyükçe pankart asmışlar. Bu kurgu bir şey. Asılmış. Ben pankartı da Evet. şeye attım. Müdürümüze attım ben. Bugün atmışlar. Vali Bey'in kendine de attım. Erzurum'da en az 6-7 defa maça gelmişim. Erzurumspor'dan futbolcu almışım. Erzurum'dan yeğenimi evlendirmişim, kız almışım. Bu memlekete ben Trabzon şurası. Erzurum, Trabzon. وهنا سيارات الشرطة التركية وهي تحاول فتح الطريق أمام أكرم إماموغلو كي يغادر المكان. وخرج رئيس بلدية أرض روم واتهم أكرم إماموغلو بأنه المسؤول وأنه سوف يتم تقديم شكوى ضده للقضاء. فهنا والي أرض روم من حساب الدكتور محمد جان باكلي
رئيس بلدية أرض روم محمد سكمن قال: غدا سنقدم شكوى جنائية للمحكمة ضد أكرم إمام أغلو. إنه جاء لأرض روم وأبلغ الوالي أنه يريد أن يزور التجار فقط ويتحدث معهم، وإذا به يقوم بعمل اجتماع في منطقة مكتظة بالسكان في السوق. وطبعا في ناس معه وناس ضده، بس أغلبية الناس ضده يعني. لقد خالف أكرم إمام أغلو القانون التركي مرات عديدة وأظهر نفسه فوق القانون. أضاف أن هناك أماكن تجمعات خاصة وضعتها هيئة الانتخابات العليا، فلماذا رفض أكرم إمام أغلو استعمالها؟ لأن العدد هيكون قليل طبعا في هذه أماكن واسعة يعني. واستعمل أكرم مكان لا يصلح لأي اجتماع من الناحية الأمنية. لقد أحضر معه 300 شخص، ولدينا تسجيلات بالكاميرات أن مجموعة من أنصاره أحضرت الحجارة إلى مكان الحدث وقاموا برمي المواطنين في أرض روم بالحجارة. ثم ظهر وزير الداخلية سليمان صولو، وقال وزير الداخلية سليمان صولو على قناة أولكي تي في: أكرم إمام أغلو واحد من أكبر المحتلين الذين شهدتهم تركيا في تاريخها. أما الصحفي محمد أورو فقال: أهنئ من كتب سيناريو حادثة الرجم في اجتماع إمام أغلو. لقد أتينا هنا للقناة كي نتحدث عن اجتماع أردوغان التاريخي في اسطنبول، فوجدنا أنفسنا نتحدث عن حدث أكرم إمام أغلو. هنا حضراتكم أكرم إمام أغلو عاد إلى اسطنبول في مطار سباحة جوكشان، وجماهيره قالوا أنه كلاب حزب الله، حزب الله اللي هو يقصدون به حزب هدى بار الإسلامي الكردي. انتبهوا أنه أكرم ومجموعته متحالفين مع الشيوعيين الأكراد أو الشيوعيين الأرمن، لأنه الأحزاب الشيوعية التي تدعي الكردية أحيانا بيكونوا مسيحيين أو يزيديين أو صابئة أو غير ذلك يعني. المسلمين السنة الأكراد المسلمين السنة الآن يعبر عنهم حزب الهدى بار، خصوم يقولون هو منظمة مسلحة أو سابقا كانت منظمة مسلحة إسلامية سنية اسمها حزب الله. صح خطأ لم أبحث في هذا الأمر يعني. تعالوا نشاهدهم ويقولون أنه كلاب حزب الله لن ترهبنا. وعاد أكرم إمام أغلو لإسطنبول بعد أن تمت المسرحية. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا فيديو أنا عملته من قبل عن عبد الله بن سبأ، أرجو الاستماع لهذا الفيديو، لأنه لما تتأكد أن عبد الله بن سبأ موجود سوف تتأكد أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان اتخذ الموقف الصحيح في الوقت الصحيح، وأنه كان الرجل المناسب لهذه الأزمة. أرجو مشاهدة هذا الفيديو. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، رابط قناة على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأئمتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.